السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل الكشري بالطريقة المصرية اللي كلنا بنحبه، ويا رب يكون إن شاء الله طريقة سهلة وتحبوها. أنا كنت بلة هنا الحمص قبلها بيوم، لأن الحمص بياخد وقت. نزلت عليه ربع شفشق طماطم، أنا الحقيقة بحب أحط عليه جزرية مبشورة، وحطيت عليه معلقة توم وغطيته. هنا أنا بحضر حاجة الكشري. الحقيقة طريقة الكشري دي الكشري الحلة الواحدة، وبحمر المكرونة. يا رب الطريقة تعجبكم. لايك وشير كتير. معاكم منى أبو المجد. هنا أنا بنزل بالزيت بتاعي، ببتدي أحمر المكرونة زي ما قلت لكم بالطريقة دي. يا رب تعجبكم، لأن حلة الكشري الواحد في ناس بتحط المكرونة بيضة أو نية، لكن أنا الحقيقة بحمرها. حمرت هنا المكرونه. طبعا عارفين ان المكرونه الاسباجيتي بتاخد وقت قبل المكرونه المقصوصه، فبحمرها الاول شويه قبل ما انزل بالمقصوص. انا كنت حاطه شويه زيت، كنت قاليه الحقيقه في الزيت البصل اللي هي التقليه اللي بحطها على الوش. يعني الزيت بتاعها ما برموش، بيبقى بيدي طعم جميل قوي وفليفر للكشري. هنا انا خلاص حمرت المكرونه بتاعتي الطويله والمقصوصه، ونزلت عليها بالرز بتاعي النظيف المغسول ونضيف، وفي انواع حلوه ما بتتغسلش. ببتدي اقلبهم هنا مع بعض عشان يتشربوا من الزيت كويس قوي قوي قوي، ولما يتشرب يبقى كله واخد الماده الدهنيه بتاعته او الزيت بتاعه. بهاراتي هنا ملح، فلفل، بودره ثوم، بودره كمون. بحب الحقيقه عشان ما يبقاش لونه بني غامق بحط عندي شويه زعفران، بحط شويه كركم بحط. نزلت هنا معلش في تهمني بصلايه مبشوره في التصوير الفيديو، بتدي تيست عالي برضو. هنا أنا كنت سلقة العدس بتاعي بنسبة 70%. لما الرز والمكرونة بيتشربوا بالطريقة اللي احنا عارفينها في الدرجة دي، لما يبقبق كده خلاص بيبقى بيتشرب. بنزل بالعدس بتاعي، بنزل بالعدس واسيبه كله يتشرب مع بعضه. احنا اتفقنا ان العدس كان منقوع شوية ومسلوق اكتر من نص سليقة، بينزل على المكرونة والرز بالطريقة دي ويتشرب براحته. هنا انا بقى طبعا احنا خلاص عرفنا التقلية بتاعت الكشري بتتعمل ازاي. بقلب عليها كوباية دقيق ومعلقة نشا، وبحط عليها برضو نقطة بودرة زعفران او كركم، ونقطة الملح وبودرة الثوم وبودرة البصل. وبحمر هنا الحقيقة الثوم بتاعي، البصل بتاعي، وبحب بقى ازوق بيه الكشري زي ما كلنا عارفين. هنا الزيت برضو انا بستخدمه في كل حاجة، بيبقى جميل قوي الحقيقة. بعمل هنا الصلصة بتاعتي، ببقى دقة راس توم بمعلقة ملح، واوصلها للون اللي انتوا شايفينه ده. وبنزل بالطماطم، بشفشق الطماطم او الطماطم المتسبكه جنب من الاول عندي. الحقيقه بتبقى جاهزه عندي زي ما كنت معرفاكم ازاي بجهزها. وبنزل هنا وشويه خل، وبدوق حدقها وبظبطها وبركنها كده خلاص على جنب. بحط شويه ميه علشان يتسبك مع بعض، وما ننساش معلقه السكر الصغيره على الطماطم عشان تزود حلاوتها. الحقيقه الصلصه بوصلها للمرحله دي، ما بسيبهاش تتسبك اكتر من كده. انا بوريكم لو اللون مش عاجبكم حط معلقه صلصه، بس الحقيقه كان اللون روعه. هنا انا بعمل الدقه زي بتاعه محلات الكشري على البارد، ما بحطهاش على النار خالص. هنا بهاراتي ملح وفلفل وكمون وكزبره. بنزل ب3 ليمونات ونص كوبايه خل ومعلقه توم كبيره. هنا بفضل اقلب وادوق حدقها. محتاج ميه، ما تزوديش ميه كتير عشان ما يضيعش طعمها. هنا الحقيقه ما شاء الله، وكل اللي اكلوا الكشري قالوا لي بجد بجد ولا محلات الكشري، وكانت جميله ما شاء الله. ما تنسوش بقى لايك وشير كتير. هنا برضو انا بعمل الشطه بتاعتي، بحط كوبايه من الصلصه اللي انا مسبكاها، وبحط عليها الشطه اللي انا عايزاها. شطة الزيت اللي الناس كلها بتحبها، بتدي فليفر عالي في الكشري. طبعا الكشري ده اللي هو في الحلة الواحدة، في ناس بتعشقه وفي ناس بتحب يبقى معاه اسباجيتي بيضة او مكرونة مسلوقة. الحقيقة حاول ارضي كل الاذواق. عملت طبق فيه المكرونة الاسباجيتي البيضة بالطريقة دي، وطبق تاني باللون البني اللي هو العادي، بس الطعم والله ولا اروع ما شاء الله. يا رب تعجبكم، يا رب تعجبكم الطريقة ويعجبكم الكشري بطريقة منى أبو المجد معاكم. ما تنسوش لايك وشير، وأشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله.
يا رب الطريقة تعجبكم وتكون سهلة على قلوبكم، وبألف هنا على اللي أكل وبألف هنا عليكم، ويا رب تكون عجبكم إن شاء الله. طبعا هنا بقى اللي عايز كمالة شوية صلصة على جنب، اللي عايز شوية عدس على جنب، اللي عايز الدقة، اللي عايز الشطة، ما شاء الله كل حاجة زي الفل.